ركراكي قال ان نامل انه ما يلعب كريستيانو بكره، افضل لاعب في التاريخ. ناصر الشمراني. والله شوف، انا اشوف ان وليد الركراكي يركز على المجموعه اللي عنده، ما يركز على كريستيانو، يركز على البرتغال، بالذات اللاعبين المصابين. انا اتمنى لهم الشفاء العاجل اللي سمعنا انهم مصابين، لانه هذول ببدايه البطوله هم العلامه البارزه. نايف فكرات، سايس، مرابط، هذول الثلاثي هم بصراحه هم المصدر القوه، بالذات من النواحي الدفاعيه. بونو عنده رباعي ما تقدر تخترقه الا ممكن بمدرعات، ما شاء الله تبارك الله. فاتمنى انهم يرجعون. اما كريستيانو لو لعب ولا ما لعب مو مساله وليد الركراكي. جمال. خالد كريستيانو طبعا يعني بالنسبه لا انا اكلمك عن المغرب بكره خلاص انسى، مش بس كريستيانو. المغرب خالد يعني الحين بيلعبوا مع البرتغال، يعني الكل يعرف ان مدرسه البرتغال غير عن الاسباني، الاسباني اللي هو الاستحواذ، البرتغال لا، فريق يروح على الجول دايركت، يروح على الجول، سواء كريستيانو برونو سيلفا اللاعبين الموجودين يفكرون بس يسجلون اهداف. فنقول حق منتخب المغرب يعني اللاعبين اللي عندكم اللي قدموا مستوى طيب بالبطوله، مستوى مميز، يعني باستطاعتهم انه يفوزون على منتخب البرتغال على الروح اللي عندهم القتاليه واللعب اللي عندهم، خاصه على حكايه زياش اللاعب مميز. خالد عندي توقعاتك من يفوز؟ خالد التمني توقع. خالد انا كامنيه امنيتي انه يفوز المغرب ان شاء الله بنتيجه، لو فرق واحد يتاهل، لان فاز المغرب فزنا احنا. بس التوقعات خالد اتوقع انا البرتغال اتوقع. طلحه توقع تمني المغرب ان شاء الله. حكيم. والله المغرب يا خالد عنده مشكلتين، لو تجاوزهم يمكن انه يفوز على البرتغال، وهي الجانب البدني والاصابه والعوده من الاصابات، وكذلك عمليه كيف توقيف النزعه الهجوميه للمنتخب البرتغال الذي تختلف طريقه لعبه على المنتخب الاسباني. لكن انا توقعي وتمنياتي دائما مع المغرب. احمد. خالد مباراة بكره من اصعب المباريات اللي بيواجهها المنتخب المغربي فريق، لأن البرتغال يختلف عن كل الفرق في ميزة قوية جدا، هو الاختراق من العمق، الون تو دائما كل أهدافه كلها في عمق الملعب. عنده أول حاجة حركة اللاعبين، ثاني حاجة خلف اللاعبين أفضل لاعبين صناعة لعب، يعني إذا أعطيته مجال ممكن. ميزة المغرب في الخط القلب اليمين من أشرف حكيمي إلى عز الدين إلى زياش، هذا خط قوي. لكن في لسان أتمنى من مدرب سفيان يخلي فترة زمنية، عشان لو البرتغال سجل قادر انت تعوض، لذلك ياخر شوي في التبديل، لانه الثلاثه اللي في المقدمه يوسف وسفيان وجياش هذا احسن لاعبين، لذلك التغيير اذا تاخر شوي يكون صاحب منتخب. شكرا لك. وجه رسالتك اسامه للاعبين اذا ان شاء الله توصل لهم وللجماهير. ما تكلمش. لا الحمد لله كما كان الحال احسن، بحال اللي قلت احسن حاجه كاينه حاليا، وان اللاعبين المغاربه لا زالوا لم يشبعوا بعد، هذا واقع نراه في التدريب. انا اروح مع المنتخب المغربي منذ 30 سنه واعرف الاجواء. سيعطونا كل ما عندهم، هذا لا يعني انهم سينتصرون لا محاله، ولكن ولو انهزم المغرب سينهزموا بصعوبه كبيره، انا متيقن. ثالثا من حيث التاريخ لعبنا مباراتين في تاريخنا مع البرتغال، مباراه انتصرنا فيها في 86 3-1، ومباراه انهزمنا ب 1-0 2018. انهزمنا ب 1-0 في مباراه سيطرنا فيها سيطره مطلقه، حتى هدف البرتغال كان من خطا ديال بيبي. وبالتالي يعني حتى التاريخ متوازن. هناك علاقات كبيره مع البرتغال، بين المغرب والبرتغال، وبالتالي هي ديربي ثاني. المغرب يلعب ديربيات، لعب بلجيكا كان ديربي، اسبانيا ديربي، البرتغال ان ديربي، اذا فاز البرتغال فرنسا سيكون ديربي. وبالتالي تنظن انا اتمنى واظن بان المغرب سينتصر. شكرا لك ان شاء الله يا رب. يونس، رساله للاعبين. رساله للاعبين. طبعا خالد المباريات الربع النهائي كلها صعبه، وتشوف انت الارجنتين اللي يعاني والبرازيل وممكن يعاني فرنسا والانجليز فالمغرب دخل من ضمن الخلطه هاي، الخلطه ان فريق ما وصل لهذه المرحله الا ما عنده الامكانيات، فعنده الامكانيات انه بكره يكون ند. اليوم احنا شفنا كرواتيا ما كانت احسن من البرازيل، لكن اخذت المباراه فازت بها، فعندهم الامكانيه انه يفوزون بها يعني. لكن هو على الورق يعني توقعها تروح للبرتغال، لكن اكيد احنا قلبنا وكل مشاعرنا باتجاه المغاربه انه يسجلون تاريخ جديد. رسالتك للاعبين.
والله لاعبين المغرب يعني ما قصروا بداية البطولة وجينا خلاص يعني على ربع النهائي زي ما قال الحكيم يعني احنا خايفين عليهم من الجانب البدني فقط، لكن ان شاء الله هم قدها وباذن الله بكره نفرح كلنا بتأهلهم. عصام هقول حاجه بس شفتها في المؤتمر ممكن حاجه تحسب للكابتن وليد اللي بيحس الحاجات دي يبقى الناس اللي بتبقى كانت كباتن فريق بتحضر المؤتمرات. كابتن وليد عامل حاجه في المؤتمر ده، جايب الحارس الثالث ومقعده في مباراه في مؤتمر زي دي، مباراه تعتبر دور الثمانيه وصلك لقبل النهائي. دي تعرفك ان ده كوتش ذكي، ان هو علاقته بكل اللعيبه والترابط اللي بين اللعيبه كلها، ما فيش عنده لعيب نجم ولاعيب احتياطي او لعيب اساسي ولاعيب ماهوش في حسابات. دي حاجه طبعا بشكره لان هو موجود في المؤتمر ومع الحارس الثالث. كان عنده في البدايه. كان عنده في البدايه، ده رضا اللي هو الجون يعتبر الجون الثالث. الحاجه اللي عايز اقولها بس لعيبه المغرب، احنا عندنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ثم انتم اجتهدوا واتعبوا واشتغلوا ومالكوش دعوه باي حاجه، ما تفكروش الا زي ما انتوا فكرتوا في مباراه قبل كده، المباراه الاخيره ضد اسبانيا، بعد كده كانت قبلها كانت بلجيكا، كنتوا بتلعبوا على هدف واحد اللي هو المكسب. عندكم روح وقلب وغل، ان شاء الله ربنا يكرمكم وهتصعدوا ان شاء الله الدور النهائي ان شاء الله. خالد انا بالنسبه للاعبين خالد ما اوجه لهم رساله بقدر ما هم وجهوا لنا رساله، هم اللي يفرحون خالد اليوم. ربما البعض يقول لا والله انا اشوف ان البرتغال فريق احسن. خالد هذا البرتغال فريق احسن لان اللاعبين يلعبون في انديه اوروبيه. خالد تعال شوف بعد كاس العالم عناصر المغرب وين راح تكون يا خالد. المغرب عنده فريق ما ينخاف عليه خالد، لان اللي شفناه في المباريات خالد الاربع خالد فريق مميز، سوى كل شيء اللي يستطيع ان يسوونه، كان الجهاز الفني ولا اللاعبين. انا بالنسبه لي اقول لك خالد التوفيق بس من رب العالمين، وان شاء الله بكره نقول مبروك علينا. هذه البدايه ما زال ايه هذه البدايه وما زال ناصر اللي يربح بلجيكا ويربح اسبانيا ويتعادل مع كرواتيا لازم يكون عنده ثقه في نفسه. البرتغال مش خير من الجمعيات هذوما، وانا عندي ثقه في الملاعبيه نتاع المنتخب المغربي اللي قادرين باش يشرفونا وينورونا. عملوا الماتش اللي يلزم واللي يواتيكم وكيما على مستواكم، ومهما كان اسم الخصم انساوه. ساعه ونص ان شاء الله قادر المنتخب المغربي يحقق المعجزه ونتعداو للدور نصف النهائي ان شاء الله. نروح وياكم مباراه الانجليز وفرنسا. لو قلبت صفحات تاريخ كأس العالم وبحثت عما يذكره بخصوص المواجهات السابقة بين منتخب مهدي كرة القدم ومنتخب مؤسس أبرز وأهم